بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر ناصر عبد العزيز، رياضيات الصف الثالث الإعدادي، والنهارده عندنا مراجعة عامة على الوحدة الأولى في حساب المثلثات. تعال نشوف أول سؤال معانا. اقرأ معايا كده السؤال. بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فيه أ ب ب 3 سم، ب ج ب 4 سم. أوجد النسب المثلثية للزاويتين ج وأ. أول حاجة أنا لازم أرسم مثلث قائم الزاوية اهو، زي ما قال لي اسمه أ ب ج، قائم الزاوية ب. هو بيقول لي إن أ ب ب 3 سم أهو، 3 سم، وب ج 4 سم أهو، تمام. قبل كل شيء لازم أجيب الوتر اللي هو أ ج. طب أجيبه إزاي؟ أيوه، أنا سامع واحد بيقول لي نظرية فيثاغورس أهو. عشان أجيب أ ج هقول له أ ج هيساوي جذر تربيع التلاتة، 3 أس 2 يعني، زائد تربيع الأربعة. طبعا أنا عشان أجيب الوتر لازم أجمع، هيديني في الآخر 5 سم. نوضح الخمسة كده، هيديني 5 سم. بعد كده ببدأ أجيب النسب المثلثية. إيه النسب المثلثية للزاوية ج وكده؟ أنا عايز جا ج، وعايز جتا ج، وعايز ظا ج. طبعا عارفين قبل كده من الشرح ان الجا اسمها جيب الزاويه، والجتا جيب التمام، لان هو ساعات يقول لي كده عايز جيب التمام، عايز الجيب، عايز الظل اللي هي الظا. طب واحد يفكرني كده، هي الجا دي بتساوي ايه على ايه يا استاذ؟ الجا بيساوي مقابل على وتر. اولا زاويه ج اهي، دي زاويه ج، المقابل بتاعها اللي هو ا ب اللي هو 3، المجاور بتاع ب ج اللي هو الأربعة، وطبعا أنا جبت دي 5 سم، أنا كاتبها بلون مختلف عشان أعرف إن أنا جايبها. أبدأ أجيب الجا. أنا هكتب أول مرة القانون أهو، الجا بيساوي مقابل على وتر. طب يا أستاذ المقابل مين؟ مقابل الجيم 3 والوتر 5. تعال نشوف ديت. تمام كده، المقابل 3 والوتر 5. هبدأ أجيب الجتا. جتا ج مجاور على وتر 4 على 5، هكتبه الأول أهو، مجاور على وتر هيساوي 4 على 5. أما الظل أو الظا الظا مقابل على مجاور، ادي المقابل وادي المجاور. المقابل مين يا استاذ؟ 3 والمجاور 4. تعال نشوف بعد كده النسب المثلثيه للزاويه أ. الزاويه أ هي عندي اهي، هي ديت. بالنسبه لها المقابل 4 والمجاور 3، اما الوتر زي ما هو 5 مش هيتغير. تعال نجيب بقى جا أ، جتا أ، ظا أ يساوي يساوي يساوي. تعال نشوف لون تاني كده، مش هكتب بقى قوانين تاني. بالنسبه للألف المقابل 4 والوتر 5، يبقى اقول له 4 على 5. طب جتا أ مجاور على وتر 3 على 5. ظا أ مقابل على مجاور، يبقى 4 على 3. خلي بالك هتلاحظ ان جا ج هي جتا أ اهو، 3 على 5 3 على 5. ان جتا ج هي جا أ 4 على 5 4 على 5. وظا هنا 3 على 4، لما هنا ايه 4 على 3. ده كده السؤال الاول. تعال نستعرض مع بعض السؤال الثاني. تعال نشوف السؤال الثاني بيقول لي ايه واتعامل معاه ازاي. السؤال الثاني بيقول لي أ ب ج مثلث فيه قياس زاوية ج 90، عندي أ ب 13، عندي أ ج 12. بيقول لي أوجد النسب المثلثية للزاوية أ وب. وبعدين طالب حاجة تانية، عايز بيقول لي برهن أن جا أ جتا ب زائد جتا أ جا ب بيساوي الواحد. وطالب بعد كده زاوية اللي هي قياس زاوية ايه أ. تعال نستعرض كده سنة سنة. ادي المثلث بتاعنا اهو على مهل. ادي أ، ادي ب،
ادي ج. قائم الزاويه ده هنا قال لي قائم الزاويه في ايه؟ قائم الزاويه في ج. خلي بالك ممكن اتخدع بسهوله. في ناس على طول اتعودت اللي هو قائم الزاويه ب، لا المره دي ضحك عليا قال لي قائم الزاويه في ج. يبقى ادي ج وادي ب. وناس كتير بتتلخبط في الامتحان، هو اتعود ا ب ج قائم الزاويه ب، فلما يجي هنا يضحك عليا يقول لي ج يبقى لازم اخد بالي. طب بيقول لي ا ب ب 13 اهو يا عم، ده الوتر طبعا. وبيقول لي ا ج ب 12 اهو. واحد بيقول لي هجيب ا ج ب دي في فيثاغورس، طب ازاي يا عم؟ اقول له ج ب اهي. جذر هبدأ كده اقول يساوي، وادي الجذر. المرة دي اجمع ولا اطرح؟ ايوه صح كده، هطرح. يبقى 13 تربيع ناقص 12 تربيع هيديني 5، يبقى هنا 5 سم. طب انت عاوز ايه؟ قال لي انا عايز ايه؟ جميع النسب المثلثيه الالف وب. اقول له حاضر. تعال نغير اللون. انت عايز جا الف، وعايز جتا الف، وعايز ظا الف. مش كده بس، ده انا عايز جا جيم ولا ب. عايز جا ب، عايز جتا ب، عايز ظا ب. يساوي يساوي يساوي. نبدأ كده. جا ألف أدي الألف، المقابل 5، المجاور 12، الوتر 13. هجيب جا ألف يبقى مقابل على وتر اهو 5 على 13. هجيب جتا ألف مجاور على وتر اهو 12 13. طب ظا ألف مقابل على مجاور اهو 5 على 12. نفس الكلام هعمله مع ب. بالنسبة للب ادي زاوية ب، المقابل 12، المجاور 5، الوتر 13. جا ب مقابل على وتر، مقابل على وتر ادي 12 13. جتا ب مجاور على وتر 5 على 13. اما ظا ب مقابل على مجاور 12 على 5. ده كده المطلوب الاول. ندخل على المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بيقول لي برهن ان جا الف جتا ب زائد جتا الف جا ب بيساوي 1. انا هستخدم اللي انا جبته. هقول له كده، هاخد خط كده اقول له انت عايز مين يا عم؟ جا الف، عايز جا الف جتا ب زائد جتا الف جا ب. هبدا اسقط كل واحده هنا. طبعا هنا في علامه في بس ما بتتكتبش. جا الف ما هي عندي اهي 5 على 13 في. طب جتا ب فين جتا اهي 5 على 13 برضه زائد جتا الف جتا اهي 12 على 13 في جا ب اهي 12 على 13. هخلص بآلة الحاسبة، ما توجعش دماغك. الكلام ده عادي، خلصوا بالآلة الحاسبة. لما تخلصوا بالآلة الحاسبة يطلع لك في الآخر كام؟ 1 اللي هو عاوزه. تعال نشوف المطلوب الأخير. نغير اللون بقى كده. بيقول لي أوجد قياس زاوية ألف. عايز زاوية ألف دي. هنا لازم أستخدم الآلة الحاسبة. أنا عندي زاوية ألف المقابل بتاعها 5، المجاور 12، الوتر 13. ممكن أستخدم أي واحدة في دول. أنا هستخدم الظا اللي هي الظل. أنا عندي ظا ألف بيساوي 5 على 12. طب أنا عايز أجيب الزاوية يا أستاذ. باجي على الآلة وأدوس شيفت تان، شيفت تان 5 على 12 وادوس يساوي، وبعد اليساوي ادوس كوما، هيديني الزاويه عندنا. انا عايزك تجربها معايا. امسك آلتك دوس شيفت تان 5 على 12 ودوس يساوي وبعدين كوما، هيطلع لك الزاويه بالدرجات والدقايق والثواني. ده كده السؤال الثاني عندنا في مراجعتنا. تعال ندخل على السؤال الثالث. ثواني. السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب.
أ ج ب5 ب ج ب4. بيقول لي عايز برضو النسب المثلثيه للزاويه ج وأ. ده انا هخليه لك تدريب بقى. ماشي كده؟ وبعدين بيقول لي عايز قيمه ظ أ ظ ج زائد 2. انا هبدا برقم 2 لان ديت خلاص تدريب ليك، لان احنا خدناها في المثال الاول والمثال الثاني. تعال نشوف ده بقى. الاول انا برسم مثلثي عادي. ادي المثلث بتاعي أ ب ج. استنى اما اشوف انا صح ولا غلط. قائم الزاويه ب الحمد لله اطمنت. بيقول لي كده أ ج ب5 اهو يا عم 5 ده طبعا الوتر. عندي ب ج 4. واحد يقول لي خلاص يا استاذ احنا حفظنا الليله ديت كلها أ ب هيطلع ب3 فعلا. بس انا عايزك في الامتحان تكتبها له تقول له كده أ ب هيساوي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع هيدينا ب3. ليه طرحت يا استاذ؟ عشان ده ضلع من اضلاع القيم. طب تعال نمسك رقم 2 ديت بقى. بيقول لي انا عاوز قيمه ظ أ ظ ج زائد 2. طب تعال نجيب ظ أ الاول. اولا هنا في علامه في. ظ أ الظ مقابل على مجاور يبقى 4 على 3. طب ظ ج برضه ظ ج مقابل على مجاور، المره دي بقى 3 على 4 زائد 2. توجعش دماغك، خلص بآلتك الحاسبه الاجابه كده 1. طب انا عايز ج. الله، ده هي نفسها يا استاذ اللي انت اديتهاني من شويه. طب اكدها لي كده عشان ايه تثبت معايا. لو انا عايز ج مثلا انا هجيب ظ ج. ظ ج اتفقنا كام على كام؟ 3 على 4. واجيب الآلة الحاسبة وادوس شيفت تان 3 على 4 يساوي وادوس كوما. هيدهاني بالدرجات والدقايق والثواني. جربها كده قدامي. شيفت تان 3 على 4 يساوي كوما وبعدين هيديني الدرجات والدقايق والثواني. تعال نستعرض بعد كده السؤال الرابع. ده تدريب بقى كده عايز اسال فيها انا بقى، يا ريت بقى كده نستعين كده باي حد معانا. مستر احمد هتجاوب معايا السؤال ده ماشي كده؟ طيب بص يا مستر احمد، انا مدي لك مثلث عين ص س قائم الزاويه في ص وعين ص ب5 وص س ب12. اجيب عين س ازاي؟ عن طريق نظريه الثالوث. تمام، هقول له جذر ها؟ طبعا ده الوتر فيجي بالجمع. تمام. يبقى 5 تربيع. تمام برافو. زائد 12 تربيع. طبعا يا مستر احنا بنتعلم منك اكيد. هيديني في الاخر 13. استاذ حضرتك بقى اسمك ايه؟ يوسف. يلا يا استاذ يوسف. تعرف تجيب لي الجا اللي هي ساين، انت كنت بتدرسها بالماس. الساين الجاي على ايه؟ فهو عايز جاي س اهي. الساين اللي هو الاوبوزيت على الهايبوتنس. جميل اللي هي عندنا تمام، اللي هي عندنا اسمها مقابل على وتر. المقابل كام؟ 5 والوتر 13. اكمل انا بقى، احنا تعبناهم بقى النهارده. عايز جتا س. جتا س مجاور على وتر يبقى 12 على 13. طب انا هسالكم انتوا بقى ظ س. صح؟ قولها تاني كده. ظ س واحد بيقول لي ايه؟ مقابل على مجاور يعني 5 على 12. نبدا بقى بجا عين. ادي عين اهي. يعني المقابل 12 المجاور 5 الوتر كام؟ 13. طب انا عايز جا عين زي ما هو قال الاوبوزيت على الهايبوتن اللي هو ايه؟ مقابل على وتر اللي هي 12 على 13. جتا عين العين اهي مجاور على وتر 5 على 13. وظا عين مقابل على مجاور 12. واحد بيقول لي يا استاذ طب ما انا ممكن اعكس. فعلا في المثلث القائم الزاويتين دول مجموعهم 90. لازم تعرف ان جا عين هي جتا س. جا س هي جتا عين وجتا س هي جا عين والظا مقلوب بعض. طيب بعد كده بيقول لي عايز جتا تربيع زائد جا تربيع. جتا تربيع طب ما انا ممكن اكتبها من هنا ادي 12 على 13 بس قص 2 زائد. طب عايز جا تربيع. جا مين؟ جا عين. جا عين اهي برضه 12 على 13 الكل تربيع. وممكن اخلصها بالآلة عادي.
اخر حاجه عايز قياس زاويه س. س اللي هي دي برضو نفس النظام، اشتغل على الظا اظرف. انا عندي ظا س بتساوي مقابل على مجاور 5 على 12، وزي ما اتفقنا هدوس شيفت تان 5 على 12 يساوي وبعدين كوما، واشوفها على الآلة هتطلع بكام. تمام، بندخل على السؤال الرابع بقى. السؤال الرابع بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب، إذا كان 2 أ ب بيساوي جذر 3 أ ج، أوجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية ج، وبعدين عايز زاوية أ. طب نبدأ سنة سنة كده ونرسم المثلث. وبيقول لي قائم الزاوية ب، لازم أتأكد إن هو قائم في ب. ده مديني معلومة، بيقول لي 2 أ ب بيساوي جذر 3 أ ج. كنا خدنا زمان في تانية إعدادي على ما أظن، لو أنا قلت أ ب على أ ج برجع بالعكس. أ ب على أ ج هيساوي جذر 3 على الاتنين أهو. أ ب على أ ج هيساوي جذر 3. المساحة ديت شكلها مش حلو، نرجع تاني. ادي جذر 3 على 2. بس في ملاحظة، انا بيني وبينك لو انا عملتها كده هتطلع المسألة صح، بس الافضل تعمل هنا ميم وهنا ميم عشان دي نسب. جذر 3 ميم الى 2 ميم، لكن لو انا ما عملتهاش يا استاذ عادي وهتطلع المسألة صح. طيب أ ب هكتب قدامها جذر 3، وممكن اكتب الميم وممكن ما اكتبهاش بمزاجي. وأ ج هكتب 2. طب اجيب دي فيثاغورس اهو، ب ج هيساوي جذر 2 تربيع ناقص جذر 3 تربيع، هيطلع 1. طبعا 1 يعني ميم، بس احنا اتفقنا ممكن استغنى عن الميم دي خالص. طيب نبدأ بقى. بيقول لي عايز جميع النسب المثلثية للزاوية ج. ادي الزاوية ج. برضو يعني عايز جا ج، الجا اللي هي الجيب، خلي بالك. عايز جاتا ج اللي هي جيب التمام. طب انت بتقول لنا ليه كده يا استاذ؟ لان هو ساعات يقول لي انا عايز الجيب وجيب التمام والكلام ده، وعايز بعد كده ظا ج. ادي ج تمام اهي، يساوي يساوي يساوي. الجا مقابل على وتر جذر 3 على 2. الجتا مجاور على وتر 1 على 2 يعني نص، والظا جذر 3 على 1 يعني جذر 3. بعد كده هنكتشف ان دول ليهم حالة خاصة. الزاويتين دول بالذات هيبقوا حالات خاصة عندنا، هيجي وقتهم ان شاء الله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال الخامس. بدأ بقى يلعبني بقى بالاشكال والحاجات الحلوة دي. مديني مثلث بالشكل ده، أ ب ج، مديني أ ب 20 سم، وأ د ده عمودي و12، وأ ب 15، وعندي ج د ب 9. طب انت عايز ايه؟ وكمان ب د ب 16. انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي انا عايز جا ب وجاتا ج وظا ب وظا ج. طب نبدأ سنة سنة. أولا لازم أتأكد إن كل الأضلاع عندي، فعلا كل الأضلاع عندي. طيب تعال نجيب جا ب الأول، وهجيب جاتا ج، وهجيب ظا ب، وهجيب ظا ج. تعال نبدأ كده سنة سنة ونشوف جا ب. طبعا الزاوية دي قايمة. جا ب مقابل على وتر 12 على 20. جاتا ج، الجيم اهي، مجاور على وتر 9 على 15. طبعا ممكن اختصر لو انا عايز اختصر. ظا ب مقابل على مجاور 12 على 16. طبعا انا بشتغل في المثلث ده، ظا ب مقابل على مجاور 12 على 16. اما ظا ج مقابل على مجاور 12 على 9.
عايز تختصر اختصر، مفيش مشكله. طب ايه السؤال اللي بعد كده؟ بيقول لي طب استنى بقى، انا عايز جتا ب، جتا ب الف د ناقص جا ب، جا ب الف د. طبعا مهلي بالراحه كده. تعال نجيب جتا ب مجاور على وتر اهو 16 على 20 في ايه بقى يا استاذ جتا ب الف د دي؟ ب الف د اللي هي دي. طب انا عايز الجتا بتاعتها مجاور على وتر، طبعا ده المجاور بتاعها 12 وادي الوتر 20، 12 على ال 20 ناقص جا ب مقابل على وتر ادي 12 على 20 في، طب جا ب الف د ب هي ب الف د الجا مقابل على وتر 16 على 20. اخلصها بآلة الحاسبة هتطلع لي صفر. ادي السؤال الخامس. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. شوية معلومات كده قبل السؤال. ايه المعلومات دي؟ بيقول لي لو عندك مثلث اسمه ا ب ج وكانت زاوية ب 90 قائم الزاوية ب يعني، يبقى زاوية ا زائد زاوية ج 90. قلت له استنى ادي المثلث اهو. ادي ا ادي ب ادي ج، قائم الزاوية زي ما انت قلت لي ب اهو. بيقول لي يبقى زاوية ا دي زائد زاوية ج هما الاثنين مجموعهم 90 يعني متتمتين. طب ايه المعلومات اللي بعد كده؟ المعلومات دي مهمة جدا يا جماعة، بتيجي في الاختيارات كتير. أول معلومة بيقول لي إن جا أ بيساوي جتا ج، جا أ بيساوي جتا ج، جا أ بيساوي جتا ج، بص عليها تاني. وإن جتا أ بيساوي جا ج، يبقى لو عندك أي زاويتين مجموعهم 90 جا الأولى بيساوي جتا التانية. طب لو جتا أ بيساوي جا ج، ولازم تعرف ان ظا أ بيساوي 1 على ظا ج، مقلوبها يعني. ظا أ بيساوي 1 على ظا ج. المعلومات ديت سجلها عندك، مهمة جدا. لو انا قلت جا ناقص جتا، خلي بالك هما مجموعهم 90 لازم تطلع صفر. جا أ ناقص جتا ج بصفر، اي زاويتين مجموعهم 90 جا الاولى ناقص جتا الثانيه بيساوي صفر. طب لو قسمتهم على بعض الاجابه 1. طب جا أ زائد جتا ج ليها اجابتين. الإجابة الأولى تنفع 2 جا أ وتنفع 2 جتا ج. تعال نشوف اللي بعدها. لو أنا ضربت جا أ في جتا ج قال لي بيساوي جا تربيع ج أ أو جتا تربيع ج. خلي بالك من المعلومات دي بتيجي في الاختيارات كتير، وما تنساش إن ظا أ في ظا ج هيساوي 1. أنا هسيبها لك شوية كده تاني تابعها. خلي بالك منها. تعال بقى نشوف الأسئلة اللي أنا ممكن أستخدمها. بيقول لي اكمل، طبعا مش هجي لك اكمل، هجي لك اختيارات، بس هنا السؤال جايبه لي على هيئه اكمل. بيقول لي لو جا 30 بيساوي جتا كام؟ هو ناسي حاجه صغيره هنا لازم يعمل لي درجه كده. جا 30 بيساوي جتا واحد، استنى يقول لي استنى ارجع لي تاني كده. اهي لو هما الاثنين مجموعهم 90 الزاويتين يبقى جا الاولى بيساوي جتا الثانيه. افهم من كده ايه؟ لو الجا بيساوي الجتا يبقى مجموع الزاويتين دول 90. طب نرجع تاني للسؤال. بيقول لي جا 30، اقول له استنى هطرح من 90 تديني 60، يبقى جا 30 يساوي جتا 60. طب لو قلت لك جا 10 يساوي جتا 80، جا 50 يساوي جتا 40، وهكذا زي ديت. بيقول لي جتا 80 بيساوي جا، اقول له 10. طبعا هو ناسين هنا علامه الدرجه. طيب بيقول لي اذا كان زاويه ا تتمم زاويه ب، أ تتمم ب، يعني أ وب دول مجموعهم 90. بيقول لي عايز جا أ هيساوي إيه؟ أقول له جا أ هيساوي جتا ب. طب جتا أ أقول له هيساوي جا ب. طب ظا أ في ظا ب أقول له بواحد. ركز كده تاني. جا أ هيساوي جتا ب، طالما الزاويتين متتمتين يعني مجموعهم 90 جا الأولى بيساوي جتا الثانية، جتا الأولى بيساوي جتا الثانية. ظا أ في ظا ب هيساوي لي 1. طب هنا بيقول لي جا أ ناقص جتا ب، طبعا هما الاثنين احنا هنا قلنا هما الاثنين بيساوي بعض، يبقى لما اطرحهم يديني كام؟ صفر. طبعا السؤال ده ممكن يجي اكمل. طب جا أ على جتا ب، حلو السؤال ده. قلنا برضو ايه 1. طب جبتها منين يا استاذ؟ قلت لك في شويه معلومات خلي بالك منهم. يعني ده عدى علينا. ادي العلى جا أ على جتا ج سواء، بس لازم مجموعهم 90. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة
مثلث أ ب ج قائم الزاوية ب، فإن جا أ زائد جتا ج بيساوي إيه؟ قائم الزاوية ب. استنى يا باشا، استنى. قائم الزاوية ب، وادي أ وادي ج. معنى كده إن الزاويتين دول مجموعهم 90 أ وج. يبقى لما يقول لي جا أ زائد جتا ج أقول له كام بقى؟ عايز حد يسمعني. جا أ زائد جتا ج. تعالى نرجع تاني للمعلومات اللي أنا قلت لك سجلهم وخلي بالك. ايه ده؟ جا أ زائد جتا ج تنفع 2 جا أ وتدفع 2 جتا ج. انا محكوم بقى بالاختيارات. تعال نشوف الاختيارات بتاعتنا. هل بتساوي جا ب، ظ ب، 2 جا ج، 2 جا أ؟ ها مين عايز يختار اول واحده؟ 3 بس. طب ظ ب مش حد، صح؟ 2 جا ج. طب و2 جا أ ايه ده؟ مين بقى فيهم؟ الإجابة فعلا اللي أنا سمعتها ديت 2 جا أ. 2 من ديت أو 2 من دي، 2 من جا أ أو 2 جتا ج. هو ضحك عليا قال لي جا ج. طب نكمل. بيقول لي كده س ص ع مثلث قائم الزاوية طبعا أو زاوية س ب 90 يعني قائم الزاوية. عايز ظ ص. استنى يا عم، مش هو قائم الزاوية في س؟ لو أنا رسمت مثلث صغير كده أدي س أهي قائم الزاوية في س، وادي ص وادي ع، ادي قايمه اهي. بيقول لي عايز ظ ص، هل بتساوي ظ ع؟ يعني ظ ص دي بتساوي ظ ع؟ ولا جا ع؟ ولا 1 على ظ ع ولا جتا ع؟ برضه لو رجعت تاني هتلاقي الاجابه اهي 1 على ظ ع. عشان كده قلت لك المعلومات اللي فوق ديت كانت مهمه جدا جدا جدا. او اللي في الصفحه الثانيه. تعال نشوف رقم 3. بيقول لي جتا س يمكن ان تساوي ايه؟ 7 على 5، 2، 4 على 5، 1. ركز لانك هتكمل عليها ان شاء الله في اولى ثانوي. الجا والجتا ما يعدوش الواحد والسالب 1، يعني ينتموا للفتره سالب 1 و1. الجا والجتا ما يعدوش السالب 1 ولا الواحد. طبعا الفتره اللي انت درستها في ثانيه اعدادي. فيا ترى انهي واحده كده؟ يعني 1 وحاجه، 1 وكسر، لا 2 صح، لا ما ينفعش. 7 على 5 دي تقريبا 1 وخمسين او 1.4، ودي عدد صحيح اسمه 2، ودي لا يبقى الاجابه فعلا 4 على 5. تاني، الجا والجتا ما يعدوش الواحد والسالب 1 ابدا. نكمل. تعال نشوف بقى في الاخر. هناخد السؤال ده هنكتفي بيه، ويا ريت تجهز لي آلتك. طيب مديني الزاويه دي 30، مديني أ ب مش عارفه، وأ ج مش عارفه، وب ج ب 6 سم. بيقول لي عايز طول أ ب وأ ج. اقول له استنى، انا كنت ممكن اجيبها بحاجه في ثانيه اعدادي، بس انا خلاص خدت النسب المثلثيه، طب ما استخدمها. مديني زاويه ج 30 ومديني المجاور بتاعها 6، وعايز أ ب. الله، ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ ايوه مقابل فعلا. طب ما انا ممكن اعمل كده. اجيب ظ ج. ظ ج بتساوي مقابل على مجاور، يعني أ ب على ب ج. يبقى اقول له ظ 30 هيساوي أ ب اللي انا عاوزه على ب ج اللي هو 6. طب ظ 30 دي اصلها على الواحد. طب ما تيجي نضرب طرفين وسطين بالشكل ده كده. يبقى أ ب بيساوي 6 في ظ 30. يا ترى هتطلع كام؟ طبعا ادي 6، انت ممكن تجيبها بالآلة على طول. ظ 30 دي 1 على جذر 3، لما اضربها هتطلع في الاخر 2 جذر 3. طبعا انت ممكن تعملها بالآلة. يبقى الستة تنزل، ظ 30 1 على جذر 3، 6 في 1 ب 6 على جذر 3. اما تعملها على الآلة 6 على جذر 3 تطلع لك 2 جذر 3. يبقى اكتب على ده 2 جذر 3. طب فاضل أ ج. ممكن اجيبها فيثاغورس وممكن اجيبها بالجاف. وفي حاجة تانية، واحد بيقول لي لا ده في تانية اعدادي كنا بناخد في المثلث القائم الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، يبقى الوتر كام؟ ايوه 4 جذر 3. ملاحظة؟
الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم يساوي نص الوتر. طب ده 2 جذر 3 يبقى ده كام؟ 4 جذر 3. في سؤال بعد كده انا هسيبه لك ليك انت التدريب اهو، يا ريت تنقله. ادي 50، ادي 7، ادي قايمه بآلتك الحاسبه طبعا هتشتغل. عايز ا ب وعايز ا ب. ابناء الطلبه بننتهي كده من المراجعه النهارده، الحمد لله خلصت. دي مراجعه الوحده يعني مش كلها، لسه في جزء تاني اللي هي الزاويه 30، الزاويه 60، والزاويه برضه هنجيب زاويه 90 لان هو جابها قبل كده، جاب جاتا 90 بكام فبستخدمها بالاله، لكن نشتغل على زاويه 30 و60 و45. ان شاء الله المره الجايه هناخد النسب المثلثيه للزوايا الخاصه 30 45 60 ونشوف امثله كتير عليها ان شاء الله. السلام عليكم.